السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا حزينة جدا والشعب المصري كله على أهالينا الشهداء في فلسطين، وقلبي وجعني قوي على استشهاد الأطفال الأبرياء اللي ملهمش أي ذنب. ربنا يرحمهم جميعا ويسدد خطاهم وينصرهم ويثبتهم يا رب. يمكن ما فيش في ايدينا غير اننا ندعي لهم في صلواتنا ونكثف دعائنا ليهم، ربنا يزيح عنهم الغمة يا رب. وحسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين. وعلى قد ما نقدر كلنا يا جماعة لازم نساعدهم، اللي يقدر يتبرع بحاجة يتبرع، اللي يقدر يعمل اي حاجة يعملها، بجد يستاهلوا المساعدة ويستاهلوا ان احنا نقف جنبه. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل مع بعض دبابيس مشوية حلوة قوي بطريقة كده مميزة وتتبيلة حلوة هتخلي طعم الفراخ لذيذ جدا. والطريقة دي تنفع لوراك الفراخ وتنفع كمان للفراخ المتقطعة شيش. وهنعمل معاها شوية بطاطس عظمة كده يتاكلوا حاف. من الاخر كده هنعمل مع بعض غدا يشرفك قدام الكل ويرفع راسك قدام الناس كلها. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، يلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله نبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا معايا كيلو من دبابيس الفراخ. طبعا احنا ممكن نعملها بورك كامل، ممكن نقطع الورك على نصين، ممكن نقطع الفرخة شيش اللي هي على 8 قطع. طبعا غسلتها ونضفتها كويس بالملح والدقيق والليمون والطحينة، بتخلي مفيش فيها اي زفرة خالص. وغسلتها كويس لحد ما بقت زي الفل. هنا معايا بصلاية كبيرة كده حلوة، ومعايا حباية طماطم كبيرة او 2 صغيرين، ومعايا فص توم صغير. هضربهم في الكبة كويس جدا لحد ما انعمهم. بعد ما نعمتهم كده هحط عليهم معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من الورق اللورا على الحبهان مطحونين على بعض، معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات. بعد كده هنزل عليها كمان بمعلقة كبيرة مليانة من الخل، وحوالي 3-4 معالق من الزيت. هنقلب بقى التتبيلة دي كويس جدا كده مع بعضها لحد ما الملح يدوب وكلها تختلط ببعضها كويس. هنجيب بقى الدبابيس اللي معانا، وزي ما قلت لكم غسلتها ونضفتها كويس، وهننزل بالتتبيله عليها كده، ونبدا نفرك كل الفراخ في التتبيله كويس لحد ما اشبعها كده في التتبيله، واحس ان هي اتشربت من التتبيله كويس قوي. يعني هنفضل نفركها كده لحد ما نتبلها. بعد كده بقى هغطيها واسيبها لما تتبل شويه، مش اقل من 4 ساعات، ولو بيتيها لتاني يوم هيكون احسن. تعالوا بقى ما نعمل شويه البطاطس اللي هيتاكلوا حاف مع الاكله بتاعتنا. معايا هنا 4 حبات من البطاطس او حوالي كيلو من البطاطس. طبعا قشرته وغسلته، وهنبدأ نقطع البطاطس مكعبات متوسطة، مش كبيرة ولا صغيرة. بعد ما قطعت البطاطس كلها مكعبات كده متوسطة، هنحطها في الصينية اللي هنسويها فيها. بعد كده معايا جزرتين كده متوسطتين او جزرتين صغيرين، قطعتهم برضو مكعبات متوسطة وهنزل بيهم على البطاطس. بعد كده معايا حبايتين كده من الطماطم، هقطعها مكعبات صغيرة برضو وهحطها على البطاطس. معايا برضو كده بصلتين صغيرين او واحدة كبيرة، هنقطعهم اي تقطيعة كده، مش لازم تقطيعة معينة. معايا كمان قرن فلفل اخضر قطعته مكعبات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهحط معاهم كمان حوالي قرن فلفل الوان، يعني نص احمر ونص اصفر. لو مش موجودة عندك الفلفل الالوان مفيش مشكلة خالص، ممكن تحطي كله فلفل اخضر، يبقى قرنين فلفل من الاخضر. ممكن تحطي فلفل حراق لو بتحبي الحاجة حراقة. وحطيت عليهم كده كبشة من البقدونس. والبقدونس يا جماعة والفلفل الالوان انا دايما بفرزهم، اللي عايز الطريقة يكتب لي في التعليقات وانا اعملها لكم فيديو ان شاء الله. في النهاية كده هحط لهم مكعب من المرقة. طبعا الناس اللي ما بتحبش المرقة ممكن تستغنى عنها خالص، مش مشكلة، بلاش المرقة. بس المرقة طبعا بتدي طعم حلو وريحة حلوة للأكل. هنقلبها كده كويس لحد ما نخلط كل الخضروات دي مع بعضها كويس كده. وهنا الفراخ بعد ما قعدت ليلة كاملة في التتبيلة، هنجيب بقى كده شبكة ونحطها على وش الصينية. طب انا ما عنديش يا دنيا الشبكة دي، اعمل ايه؟ عادي خالص، ممكن تستغني عن الشبكة وتبدأي ترصي الفراخ بالطريقة اللي هنعملها فوق الخضار. مش لازم ابدا يكون شبكة وتحطيها عليها وتشويها. يعني ممكن نشوي الدبابيس فوق الخضار على طول من غير الشبكة. بنبدأ كده نشيل اي تتبيلة زيادة على الفراخ علشان ما تحرقهاش وهي بتستوي. وهننزل كده بكل التوابل اللي باقيه معانا من التتبيله على الخضار اللي معانا في الصينيه. طبعا التتبيله ديت اللي باقيه من الفراخ مش هنرميها حرام، هننزل بيها على البطاطس اللي موجوده معانا في الصينيه، هتطعمها وهتخلي طعمها وريحتها حلو قوي. نبدا نقلب كده كل التتبيله اللي معانا
مع الخضار كويس لحد ما نشربها كده في التتبيلة، وهنزل عليها بحوالي 1.5 كوباية من المية. بعد كده هحط الشبكة اللي عليها الدبابيس وهنسويها بعد كده في الفرن من غير ما نغطيها ولا اي حاجة كده. بنحطها تاني رف من تحت قريب من النار، تاني رف من تحت قريب من النار. في الاول درجة الحرارة بتكون على اعلى درجة عندك في الفرن حوالي نص ساعة، وبعد كده بتقللي بقية مدة التسوية ل180. طب هي هتقعد تستوي قد ايه يا دنيا؟ من ساعة وربع لساعة ونص على حسب حجم الفراخ اللي انت حطاها وعلى حسب التقطيعة اللي انت مقطعاها. طيب انا يا دنيا عايزاها تستوي بسرعة، مش عايزاها تاخد وقت معايا في التسوية. في الوقت ده يا جماعة بنغطيها بورقة فويل او ورقة زبدة وعليها ورقة فويل، هتسرع التسوية وهتخلي مدة التسوية في نص الوقت بالظبط مش اكتر. يعني ممكن ما تاخدش اكتر من ساعة الا ربع وتستوي. وطبعا من الافضل ان انت تغطيها علشان ما تاخدش وقت معاكي وتتشوي على طول. هندخلها الفرن وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه. تعالوا بقى هنعمل مع بعض التتبيله، هنغطي بيها وش الفراخ بعد ما تستوي نص سوا كده. هتخلي طعمها تحفه، وهتخلي لونها زي بتاعه المطاعم بالظبط، وهتخليها كريسبي وحلوه قوي كده من وشها. معايا كده شويه من الزيت حوالي معلقتين 3، عليهم معلقه كده من البابريكا، ورشه كده من الفلفل الاسود، ورشه من الكاري، نص معلقة من الصلصة او معجون الطماطم. هنقلب بقى كل الحاجات اللي معانا في البولة دي كده كويس، وفي الاخر هنحط لها رشة ملح خفيفة خالص. التتبيلة دي يا جماعة بعد ما الفراخ بتستوي بطلعها واحط عليها التتبيلة دي كده وبدخلها الفرن تحت الشواية تاخد لون، بتخلي الفراخ بتاعتنا كريسبي وطعمها حلو قوي. لو حتى هتعملي فراخ مشوية عادية في الفرن واعملي التتبيلة دي وحطيها على وش الفراخ، تديها لون وطعم حلو قوي قوي قوي. بالفرشة كده ببدأ أدهن كل دبابيس الفراخ اللي معايا بالتتبيلة اللي عملناها. الفراخ كده استوت تمام، يعني مستوية 100% كده تمام. هدخلها بقى تحت الشواية حوالي 5 دقايق لحد ما تاخد اللون الجميل بتاع الشوي اللي انتوا شايفينه ده. بتخلي كده جلد الفراخ كريسبي وحلو قوي وطعمه مميز ولذيذ جدا. الوصفة حلوة قوي وسهلة ولذيذة وسريعة ومتاخدش وقت، وحاجة كده تشرفك قدام ضيوفك وقدام الكل. وطبعا زي ما قلت لكم ممكن تتعمل بالدبابيس، ممكن تتعمل بالورك كامل، ممكن تقطعي الورك على 2، ممكن تقطعي الفرخة زي ما بنعملها كنتاكي كده شيش وتعمليها بالتتبيلة دي وتعمليها بنفس الطريقة. وزي ما قلت لكم مش لازم ابدا الشبكة، ونرصها فوق الخضار ونغطيها بورقة فويل وتحطيها في الفرن هتستوي وتبقى زي الفل. الوصفة بتاعتنا خلاص خلصت. اللي عجبته الوصفة يا ريت يعمل لي لايك، مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. ودعائنا كلنا لأهل فلسطين، كثفوا الدعاء يا جماعة، كثفوا الدعاء، ربنا ينصرهم ويزيح الغم عنهم يا رب. واشوف وشكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.